السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. فيديو النهاردة قوي جدا، في أفكار كتيرة جدا للتوفير. في ميزانية كده، ميزانية أسبوع 150 جنيه إن شاء الله هنعمل منها يعني خضار كده يكفينا أسبوع بأمر الله. وكمان هنعمل غدا كذا يعني وصفة إن شاء الله وكذا فكرة ان شاء الله ادالكم في الفيديو النهاردة. بجد فيديو النهاردة هيعجبكم جدا بإذن الله، وتطلع منه مستفادة، واقولك ازاي بقى تظبطي يومك وتظبطي اسبوعك اصلا كامل كده، من الفطار والغدا والعشاء والحاجات دي ان شاء الله. فيديو كده حلو جدا. تعال نبدأ بالفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي بالله ونصلي على الرسول. نبدأ بالله على طول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. حابة كده اقول لكم اللي انا النهاردة كان زوجي يعني جايب لي 5 بيضات تمام عشان نفطر بيهم. قلت طبعا على ايه، طبعا انا هاخد 2 بس نفطر بيهم النهارده، والتلاتة دول هعمل بيهم صينية كيكة كده ان شاء الله. هوريكم الفيديو الجاي بأمر الله، هتكفينا يومين فطار تمام. اول حاجة كده طبعا الفطار النهاردة السندوتش، من السندوتش اللي انا هعمله معاكم ده لو اشتريتيه من اي مطعم اقل حاجة ب6 و7 جنيه. فاحنا عملناه كده في البيت ب10 جنيه بس فول. وجبت بيضتين كده مثلا قولي ب10 جنيه، كده 20 جنيه. ما شاء الله اللهم بارك يعني. هيكفي لكل يعني الأسرة وكده، وما شاء الله تاكلوا وتشبعوا. والعيش ما شاء الله كبير، الغموس يعني ما شاء الله كتير، يعني مش يعني في لو تشتري من بره بص بيبقوا ملحسين العيش كده، والعيش قد كده يعني تاخدي سندوتش مش هتشبعي. فما شاء الله الفكرة دي حلوة جدا جدا ان انت تعملي. شوفي مثلا السندوتشات اللي بيحبوها من اولادك من بره وانت تعملها لهم في البيت، بجد يعني هتوفري كتير جدا جدا جدا. فانا هنا جبت كده زي ما قلت لكم. طبعا الفول ان شاء الله هنعمله مع بعض، في بقى كنت عاملاه قبل كده بس خلص. لسه ان شاء الله هعمله معاكم الفترات اللي جايه باذن الله. هنعمل فول في البيت في البيت وكده. فالدنيا كلها هتبقى ان شاء الله سهله وبسيطه يعني. المهم جبت الفول كده، سخنته، وبعد كده جبت البيضتين قطعتهم زي ما انتم شايفين كده، وجبت العيش قطعته. طبعا لو عندك مثلا ما شاء الله اولادك كبار فانت تعملي لهم الرغيف كده كامل يعني زي ما انتم شفتوا، زي ما وريتكم في الاول كده، تقسمي كده الرغيف يعني تدخليه جوه بعض وتعملي احلى سندوتش. لو اولادك لسه صغيرين وكده فالسندوتشات دي حلوه جدا. عملت كده طبعا زي ما انتم شايفين، من كل واحد مثلا سندوتش او اتنين على حسب بقى الطفل اللي بياكل وكده. وطبعا هطلع كده مخلل الخيار اللي كنت عاملاه معاكم، ومخلل البدنجان. وهنعمل كوباية شاي بلبن اللي موجود عندك. بس انا كان عندي لبن كده موجود في التلاجة، قلت اعمل مثلا منه كده. طبعا في بنتي يعني الكبيرة ما بتحبش شاي بلبن، فاعمل لها شاي بس، وانا وبنتي التانية باقي اولادي ما بيحبوش يشربوا حاجة مع الاكل تمام. فالمهم فطار كده سريع وبسيط وحلو جدا. طبعا الفطار صحي، والعيش البلدي احلى من الفينو بكتير، وكمان الفول ما شاء الله والبيض، يعني وجبة كده او وجبة فطار حلوة جدا. آم، ال3 بيضات دول ان شاء الله باذن الله هوريكم ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل بيهم صينيه كيكه كبيره جدا. يعني مثلا لو انتوا مثلا يعني 3 4 افراد هتكفيكم ما شاء الله 3 او 4 ايام كده، فطار الصبح وينفع عشاء طبعا تتعشوا بيها مع كوبايه شاي بلبن او شاي. حلوة جدا بإذن الله. هوريها لكم بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا. بس بجد هتبقى يعني لما تجربيها هتقولي فعلا الكيكة دي أول مرة أعمل بجمالها أو بأدوق جمالها. جميلة جدا، هشة جدا، وممتعة بصراحة الروعة تمام. بس كده بدأت كده معاكم الفطار، وبعد كده هخش اوريكم المشتريات اللي انا جبتها ووفرت. من بص انا بامانه عامله في ميزانيه الاسبوع عامله لها 500 جنيه تمام، عشان احنا ما شاء الله اسره كبيره، يعني احنا 7 افراد. بس وانا نازله كده قلت لا انا هاخد بدل ايه يعني هنزل ب400 بس. ورحت الحمد لله فضل من عند ربنا، نزلت ب400 ورجعت ب100 وفكه كده. يعني ايه، صرفت 300 تقريبا بالظبط بالظبط، 375. تعالى اقول لك ازاي. بص انا هنا جبت طماطم. طبعا الطماطم دي حلوه جدا ورخصت جدا. يعني انا جايبه مثلا 3 كيلو دول تقريبا ب20 جنيه، عشان الكيلو ونص عاملين 10 جنيه. فجبت 3 كيلو كده ب20 جنيه. بس دي هنعملها مع بعض صلصة، هعمل بيها كذا وجبة، اعمل مكرونة، اعمل صلصة، اعمل اي نوع خضار بيها. احسن بكتير جدا جدا من الصلصة اللي احنا بنشتريها الغالية وملهاش طعم ومش صحية خالص يعني. البصل طبعا نفس الحكاية برضو، الكيلو ونص كان عندنا ب10 علشان خاطر ما شاء الله. بس برضو انا بحب اجيب المشكل، يعني بحب اجيب نصه ابيض ونصه احمر علشان خاطر ايه،
كل مثلا احمر بيحب السلطات، يحب مثلا التتبيلات بتاعه الفراخ وكده والحاجات دي. الابيض للطبيخ يعني. تمام. بس كده. وطبعا علشان مثلا الطماطم ما تبص معانا في التلاجة، فانا هعملها معاكم زي ما قلت لكم صلصه حلوه جدا، وكمان البصل علشان خاطر ما بيفضى بسرعه. هو اصلا يعني الايام دي مش بيبقى حلو قوي، فانا جبت كده هعمله وافرزه معاكم في التلاجة. البطاطس جبت حوالي 2 كيلو تقريبا، وكان عندي 2 كده كانوا في التربة حطيتهم عليه، بس هما كانوا 2 كيلو، الكيلو عامل 10 جنيه. تمام. جبت هنا البتنجان. البتنجان ده بصراحة انا ما جبتهوش، كان زوجي كان جاي كده، ففي ست قاعدة تحت بتبيع يعني عندنا، فلقى عندها البتنجان ده فجابه. البتنجان ده ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم محشي، بس بطريقه حلوه جدا جدا وزي العسل. مثلا الاكل ده تقعد معانا يومين مع الفرخه اللي انا اوريها لكم. الفرخه دي طبعا يعني مش هناكلها كلها، هقول لك انا بعمل فيها ايه. مثلا احنا 7 افراد. تمام. الفرخه دي لما بقطعها بقطعها على 8. فانا باخد القطعه الزياده باخدها من الصدر، واروح واخده الصدر ده عامله بيه وجبتين 3. ازاي بتبقى ادم؟ بقول لك انا اقول لك. مثلا باخد الصدر احفر ده عامله بيه، اعمل بيه مثلا كفته رز. تمام. بعمل بالكفته رز بالفراخ بتبقى طعمها حلو جدا. اعمل بيها كفته رز مثلا، وبكتر الرز بقى والخضره وكده، فما شاء الله ممكن تعمل معاكي 3 وجبات. تمام لو انت اسره صغيره. او مثلا تاخديها تعمليها شاورما. يعني تقطعي حتت صغيره وتشوحيها مع بصل وفلفل والكلام ده، وتعمل بيها كذا وصفه. تعمل بيها مثلا بيها جلاش، تعمل بيها مكرونه بشاميل. الاولاد بيحبوا الجلاش وكده اكتر. والمكرونه بشاميل يعني ممكن تعملي بيها صينيه مكرونه بشاميل، صينيه جلاش، تعملي بيها حواوشي. تفرميها بقى وكده وتعملي بيها حواوشي. المهم يا بنات، جبت هنا زي ما انت شفت خيار. الخيار كان عامل تقريبا 15 جنيه او 10 جنيه، لا 10 جنيه. والليمون عامل 10 جنيه نص كيلو. ماشي. هنا الكيلو دي جبت كيلو دي عامل 18 جنيه. الكيس ملح عامل 5. وهنا الواحد بيكنج باودر، واحد فانيليا، عشان اعمل بيهم كيكه بكره. تمام. دول ب7 جنيه. جبت كيس الحواوشي ده عامل 15 جنيه. تمام. الكيس اللحمة اللي انتوا شايفينها اللي في الطبق، اللحمة المفرومة دي انا قلت للراجل عايزة ب100 جنيه لحمة. مش هي لحمة مش بلدي، بس انا يعني حلوة جدا، وانا واثقة في الراجل. وبقول لك هنا جبت اللحمة دي هنبيع حواوشي النهاردة حلوة جدا. جبت يعني ب100 جنيه. تمام. الفرخة هنا جايباها ب175. تمام. زي ما قلت لكم انا هنا ممكن مثلا اللحمه المفرومه دي تعمل بيها وجبتين، لو انتوا مش تعملي حواوشي بيها. يعني مثلا تفرمها تقسميها، تعملي مثلا نصها كده كفته، وتعملي طاجن مسقعه بالكفته رهيبه يعني. مثلا تعملي بيها تعملي يبقى مع عصاج، وتعملي بيها لحمه او بتاع، قصدي مكرونه او جلاش زي ما انت عايزه. الفرخه زي ما قلت لكم دي هخليها ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنعمل بقى بيها كده يعني، او الفيديوهات اللي جايه يعني ان شاء الله نعمل بيها وصفات حلوه جدا هتعجبكم. المهم هنا بقى خلاص خلصت الخضر كده، حطيته في مكانه. وبعد كده تعالي بقى نشوف البوك اتبقى مني كده 110، والفكه يعني حوالي 5 فكه كده. تمام. بس ده يعني انا زي ما قلت لك كنت واخده 400 جنيه. وطبعا انا كده وفرت يعتبر برضو 100 جنيه من مصروف بتاع الاسبوع. يعني مثلا انا اوريكم ميزانيه بيت انا بمشيها ازاي، واعمل معاكم تقسيمه حلوه جدا، واعمل معاكم ميزانيات كتيره جدا جدا. ميزانيه ال2000 والتلاتة والاربعة والخمسة لحد 7. بامر الله الفيديوهات الجايه باذن الله تستفادي منها. لو انت مثلا يعني مصروفك قليل وكده، فان شاء الله باذن الله اقولك تظبطي نفسك ازاي. انا هنا عامله 3 حاجات بحوش فيهم. ماشي. الحصاله قصدي العلبه اللي انتوا شايفينها بتاعه المكرونه دي، اللي بشيل فيها الفضيه، فلوس الفضيه يعني. انا دي كل يوم بحط فيها. ماشي. يعني دي كل يوم بحط فيها. فدي يومية. دي بقى مثلا ممكن اسبوعيا. البرطمان ده ممكن بالاسبوع مثلا انزل اجيب حاجة الاسبوع، بقى مثلا معايا 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه ولا حاجة، اروح حطها في البرطمان ده. ده كده برطمان الاسبوعي. الشهري بقى الحصالة. تمام. انا هنا المفروض احط ال100 جنيه دي في الحصالة، بس قلت لا خليها هنا علشان خاطر مثلا يعني دي بتاعت الاسبوع، فانا مش عايزة الخبط الدنيا، خلينا ماشية زي ما انا ماشية. بس كده. الحصالة دي بحط فيها مثلا باجي اخد مصروف الشهر، واروح مثلا جاي اول الشهر كده مقسمة بقى المصروف مثلا بحط حاجة الغاز والمية والدروس والحاجات دي كلها. وبعد كده مطلعه ومظبطه كده. واللي هيتبقى مثلا في ميزانيه كده بيتبقى مثلا منها 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه على حسب التسهيل،
بحطها في الحصاله. الحاجات دي بقى يعني الحصالات اللي انتوا شايفينها دي هجيب بيها ان شاء الله باذن الله، اعملها رمضان، اجيب شويه مشات رمضان، حاجه رمضان كده باذن الله. طبعا تعالي خدوا كده الفكره الحلوه جدا. فكره الغدا دي سهله وبسيطه وفي نفس الوقت هتعجب اولادك جدا 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 فوق ما تتخيل. بسم الله ما شاء الله، اقل من مثلا 200 جرام من اللحمه مفرومة، ما شاء الله هتعملي بقى حواوشي كده خطير جدا جدا جدا، حاجة كده بسم الله ما شاء الله زي العسل. هنجيب كده 3 كوبايات من الدقيق، هندخله زي ما انت شايفة كده، واحط عليهم معلقة من السكر، واحط كده رشة من الملح او نص معلقة من الملح. تمام زي ما هتشوفي معايا، نص معلقة كده من الملح، واحط كيس من الخميرة الفورية. بس كده، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هجيب ميه، انا ما حطيتش غير دوبك 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كيس خميره فوريه، معلقه كبيره كده من السكر، ونص معلقه من الملح، ومعلقه من الخل. تمام جدا كده، دي كل المقادير بتاعتنا اللي هتطلع معاكي احلى حواوشي بجد روعه، حواوشي اسكندراني يعني. وهجيب كده ميه كده عادي دافيه سخنه، او قصدي ساقعه زي ما انت عايزه يعني. المهم انا جايبها عادي من الفلتر يعني. انزل كده بشويه شويه والحق على ما يعني، طبعا الدقيق بتاع غير بتاعك يعني، كل دي مختلفه عن التاني. فانا هنا هنزل بشويه شويه بالميه لحد ما الاقي خلاص العجينه اكتفت معايا، تبقى طريه كده او مش ناشفه جامد. بعد كده نبدا نعجن فيها. بعد كده اجيب معلقه زبده، معلقه سمنه زي ما انت عايزه. هي دي كانت معلقه زبده، جبت معلقه زبده كده احطها وافضل اعجن كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه في الحواوشي ده العجن بقى، بعد ما تحطي الزبده عجنيه كويس جدا جدا، تعجني العجينه كويس جدا لحد ما تبقى معاكي عجينه ما شاء الله ناعمه كده. وبص شايفين ما شاء الله حلوه جدا. كده بقى ان شاء الله تضمني بامر الله يطلع معاكي الحواوشي طري ولذيذ جدا يعني. بس كده غطيها بقى ترتاح شويه، وبعد كده نيجي نعمل الحشوه. الحشوه بقى هنجيب كده اللحمه اللي احنا جبناها مع بعض كده او وريتها لكم في المشتريات يعني، هننزل عليها فلفل الوان. الفلفل الالوان ده كان عندي في الفريزر فطلعته كده ايه، يا دوبك ما فكش، ما تخلوش يفك. تمام. وبعد كده هنا فرمت كده حوالي 3 او 4 بصلات وسط في الكبة، وبعد كده نزلتهم من غير ما احصر المية بتاعتهم ولا اي حاجة. وجبت هنا معلقة كبيرة من هريسة الشطة اللي انا عاملاها وحطها في الفريزر، واجيب كده نص معلقة او معلقة كده من الثوم. تمام، معلقة كبيرة كده من الثوم زي ما انتوا شايفين. احط كده كيس كامل كده من بهارات الحواوشي. لو ما عندكيش عادي ما تحطيش يعني ايه، حطي كده ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة والحاجات التوابل اللي موجودة عندك. بس الطعم طبعا الحواوشي بيبقى احلى بالخلطة دي. بعد كده هنا حطيت ملح مبهر، كنت عاملاه قبل كده يعني، ملح كده فيه فلفل اسود والبهارات اللي بتبقى موجودة عندنا. حطيت حوالي معلقة هنا، وحطيت كده 2 طماطم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده المهم اهم حاجة بقى ايه، نفضل نعجن المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يبقوا كل حاجة مثلا، او المكونات كلها اتخلطت في بعض وبقت حاجة واحدة. تمام كده. بعد كده بعد ما يعني اعجنها كويس، اقسمها كده على 3 قطع يعني، 2 كبار وواحدة وسط. علشان انا هعمل على قد الصواني اللي عندي. انا لو عندي مثلا صواني كلها قد بعض، مثلا 3 قد بعض، كنت اخلي الكور قد بعض. بس انا عندي صينية مدورة وصينية مثلا مربعة وصينية كده صغيرة، فأنا قلت أعمل على قد الصواني اللي عندي مش على قد العجينة. العجينة أنا عارفة يعني هتعمل معايا 3 حلوين يعني قد بعض. أنا إن شاء الله جبت في مشاهد رمضان طبعا. أنا لما بلاقي فيه عروض وكده بروح أشتري مثلا أي حاجة كده. مثلا أنا عاملة جمعية صغيرة أقول لكم عليها إن شاء الله الفترة اللي جاية، وأقول لك مثلا عايزة تشتري حاجة ونفسك فيها تشتريها إزاي. فالمهم يعني انا كان في عروض في شهر 11 كده حلوه جدا، فكانوا منزلين عروض حلوه للصواني المدوره والصواني وكده اللي انا اي بيت بيحتاجها، زي صواني البيتزا الكبيره والفطير والحاجات دي. فانا خدت عرض كده كويس، ان شاء الله اوريكم في مشاهد رمضان باذن الله. المهم جيت هنا طبعا حمرت بطاطس لاولادي عشان ياكلوها برضو مع الحواوشي. طبعا ممكن تعملي شيبسي او مثلا تعملي شوية سلطة يعني سلطة طحينة، سلطة بلدي، أي حاجة زي ما انت عايزة. بس طبعا انتوا عارفين الأولاد كلهم بيحبوا الايه، البطاطس المحمرة أكتر يعني. فالمهم حمرت كده شوية بطاطس. بعد كده قلت لحد ما البطاطس متحمر نيجي نشكل بقى ايه الحواوشي بتاعنا. جبت العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها على الرخامة ورشيتها عليها تحتها يعني دقيق، علشان هي بتتلزق يعني، لو محطتش دقيق لا هتلزق منك. قطعها كده على 6 قطع، ماشي 2 كده قد بعض، مثلا قد مثلا نقولي 70 جرام او 100 جرام تقريبا من العجينة، واتنين زي قد بعض، والاربعة الباقيين برضو يبقوا قد بعض.
تمام. اول حاجه كده خدت طبعا يعني انا اهم حاجه هنا اغطي العجينه عشان ما تنشفش مني. وبعد كده جبت اول قطعه كده هفردها على قد الصينيه. الصينيه دي مقاس 30، تمام، اللي عند بتاعه البسبوسه دي مقاس 30. افردها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وبعد كده احطها في الصينيه، بس الصينيه تكون دهنها زيت سمنه اي حاجه، المهم تدهني الصينيه بتاعتك عشان ما تلزقش منك وكده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هنا كنت دهنها سمنة بتبقى أفضل يعني. وافرد كده العجينة بتاعتي ايه يعني، مخليها السمك بتاعها مثلا نص سنتي كده حاجة يعني ايه، حلوة مظبوطة، ولا خفيف رفيعة جامد تشف في الصينية، ولا تخينة يعني. فعشان تطلع معاك كده حاجة حلوة ومحترمة وخفيفة ولذيذة جدا بصراحة روعة. هنا حطيت هنا الحشو بتاعته، فردتها بالشكل ده. في المرحلة دي ممكن ترشي جبنة كده موزاريلا، جبنة رومي، فاهمة ازاي؟ بتبقى حلوة وجميلة جدا على فكرة. طبعا ينفع تعملي الحواوشي بتاعك ده مثلا زي قد رغيف العيش الصغير، تعملي كذا واحدة يعني كده، فاهمين قصدي؟ يعني مش لازم تعمليها صواني، بس انا شايفة دي افضل. نعمل كده صواني بمرة واحدة كده، ونقطع بقى كل واحد ايه. بقطعها، هوريكم بقطعها بشكل ازاي في الاخر، هتعجبكم جدا جدا. والطعم خطير والله العظيم يا بنات، احلى بكتير جدا من اللي بتشتري من بره. مش عارفه اصلا بيتعمل ازاي والمكونات بتاعته ايه. فانت ما شاء الله اعملي الحاجات دي في البيت تبقى روعه. المهم جبت هنا العجينه التانية، فردتها وحطيتها كده على الحشو. وبعد كده قفلتها من الجناب كويس جدا. وبعد كده دهنت الوش كده بالسمنه او الزبده اللي موجوده عندك. وبعد كده عملتها بالشوكه عشان ما تتنفخش مني. تمام. بس كده خلصت طبعا 3 صواني بالشكل ده. خلصت اول صينيه كده معاك، والاتنين عملتهم كده مع نفسي. وهنا بقى في بعد ما خلصتهم كنت مش مشغله الفرن، سخنت الفرن كويس جدا وحطيتهم كده في درجة حرارة 180 في الرف الأوسط يعني. وسبتها كده لحد ما تاخد معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده. وأول ما طلعت على طول غطيتها بكيس كده، كيس تلاجة نضيف يعني. وغطيتها وسبتها ايه بقى تهدى شوية. هي لسه سخنة على فكرة، وهقطعها معاكم دلوقتي وتشوفوا البخار طالع منها ازاي. بس غطيها كده على طول علشان خاطر ايه ما تنشفش منك. بس كده، وتقدموها بألف هنا وشفا وكلوها كده مع بصي يعني اي حاجة. يعني هي اصلا عايزة تاكل لوحدها، مش محتاجة اي حاجة. انا هحط على معاها مخلل، احط معاها بطاطس محمرة. طبعا ينفع تاكليها كده لوحدها من غير اي حاجة. حاجة زي العسل ما شاء الله. تعالي شوفي الطراوة بتاعتها ازاي. ما شاء الله طرية وحلوة جدا جدا. وكمان شكلها يشهي كده. طبعا اولادي بيحبوا الكاتشب في الحاجات دي في المعجنات، فجايبين بقى جبنا ب5 جنيه كاتشب كده سايب من عند في واحد تحتنا في عند البيت يعني لبان بيبيع له كاتشب السايب والمايونيز والحاجات دي يعني. ما شاء الله شايفين انت الطراوه. طبعا مش محتاجه ان تتكلم او اتكلم يعني عليها كتير يعني. ما شاء الله اللهم بارك. بس ما شاء الله اللهم بارك. بصي اكلنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه. ربنا يديم علينا النعمه ويحفظها من الزوال يا ربي. وبس كده. طبعا زي ما انتم شايفين قدمت معاها سلطه. يعني خيار، قطعت كام خيارة وطماطماية كده ومخلل خيار وبطاطس. ما اقولكيش بقى الغدا دي كانت عامله ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. اقل من يعني بصي اقل التكاليف يعني. مثلا اقل قول مثلا كل الحاجات دي كانت موجوده مثلا عندنا. اقول مثلا صرفنا حق، قولي يا ست يعني اخرها 150. الاكله دي ما شاء الله حلوه جدا جدا يعني. خلصت كده. انا اسفه على الصوت ده يا بنات، في حد كده بيعمل عندنا بالشنيور. المهم يا بنات رحت ايه، خلصت كده الغدا الحمد لله. قلت بقى اخش اعمل الطماطم علشان ما تبص مني خساره يعني. احنا بنجيب ونكلف وفي الاخر نرمي الحاجه، لا طبعا. فرحت كده جبت الطماطم غسلتها كويس جدا، وشلت الحته الدايره اللي من فوق دي. وبعد كده عملت كده حرف الزائد او قصدي الاكس، او عملتها كده ايه خط رايح وخط جاي. وبعد كده رفعتها على النار من غير اي ميه. تمام. وبعد كده جبت هنا البصل اقطعه كده. انا بحب اعمل الخليط ميكس يعني بين الابيض والاحمر. بيبقى طعمه حلو خصوصا لو هتعمل بمحشي يعني. جبت كده طبعا زي ما انتم شايفين البصل في الكبه، وبضغط على الكبه نبضات القلب. عارفين انتوا يعني تدوس وترفعي تدوس وترفعي عشان خاطر ما يتفرق ما ينعمش معاكي ويبقى زي الميه. لا احنا عايزينه زي بتاع تقطيعة ايدك يعني، كأنك انت اللي مقطعه على ايدك. فالحركة دي بتخليها كده يعني.
بس كده خلصت طبعا كل كمية البصل بالشكل ده، وبعد كده تطلعي تحطها في اكياس تلاجة وتطلعي الهواء اهم حاجة، عشان بيبص منك تطلعي الهواء كويس جدا جدا منه وتربطيه بالشكل ده. انا بربطه بالشكل ده عشان انا عندي الفريزر افقي، اللي بترفع من اللي فوق، فالدنيا ساعات بتلخبط في بعض، فممكن مثلا يعني يفك مني ولا حاجة لو انا لفيته بالطريقة اللي هوريها لكم في الاخر. فانا هنا بضمن بقى ان شاء الله عشان ما يقعش مني او يفك مني، بربطه بالشكل ده. طب لو بتحطيه كده مثلا في فريزر عادي وكده الادراج، لا اعملي عادي بالطريقه اللي انت شايفاها دي، هي دي اخر طريقه يعني. بس كده خلصت كيست كل البصل زي ما انتم شايفين. بعد كده احطه في المنظم كده، وبعد كده احطهم في الفريزر على طول. يعني بصي عايزاكي تبقي سريعه جدا في حركة او تفريز البصل عشان ما يبص مني. حطاه في الفريزر، بعد كده لما تيجي تستخدميه استخدميه هو إيه جامد يعني متجمد، يعني مثلا ايه لسه ما تخلوش يفكه خالص، تطلعيه على زيت على طول او سمنه او اي حاجه انت هتعمليها. إيه جيت هنا طبعا شفت الطماطم الحمد لله استوت مني، بحاول انا بشيل القشره كده كده هنصفيها يعني. فالمهم هضربها في الخلاط، وبعد ما اضربها في الخلاط طبعا انا هحط في الخلاط، وبعد كده اشيل 3/4 الميه دي، الميه دي كلها مش عايزاها، هي دي اصلا اللي بتعمل مراره وبتخلي معاكي صلصه مش حلوه يعني. فانا ضربتها كده في الخلاط زي ما انت شايفه، وهصفيها بالشكل ده. وبعد كده هضيف عليها معلقه سكر ومعلقه ملح ونص معلقه من بابريكا كده، وبعد كده نقلبهم مع بعض، وبعد كده ارفعهم على النار لحد ما يعني سيبها على النار لما تتقل معايا. بصي لو مثلا عايزاها زي بتاعت بره بالظبط، يعني تبقى تقيله كده وتاخدي معلقه منها وتبقى ماسكه نفسها، فانت زودي عليها السوا اكتر، يعني تخليها تغلي اكتر يعني. مثلا رفعنا الصلصه دي ما خدت معانا مثلا نص ساعه، علشان اوريك القوام بتاعها اللي احنا نحطه في البرطمان بالشكل ده. كده يبقى اللي انت تاخديها تطبخي بيها على طول. مثلا لو عايزه تبقى الصلصه دي بتاعت بره، لا خليها ساعه الا ربع. هنا بقى رفعتها على النار زي ما انتم شايفين، وسبتها حوالي نص ساعه بالشكل ده تغلي مع بعض. وبعد كده لو هي سخنه لسه منزلاها على النار، هجيب البرطمانات بتاعتي كنت غسلاها كويس جدا ومعقماها بشويه خل، حاطه فيهم خل كده ورجاهم، وبعد كده منشفتهم كويس جدا. بعد كده هعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي، هتعمل معايا 4 برطمانات ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين الصلصه اللي بنجيبها من بره، البرطمان الواحد من دول يعني بيعدي مثلا حوالي 20 او حاجه وعشرين، ده اكتر كمان يعني اكتر من 20. فانتوا ما شاء الله بص ب20 جنيه عملت 4 برطمانات، وما شاء الله اللهم بارك. هتعمل معاكي كميه، مثلا البرطمان ده ممكن يعمل معاكي يعني تاخدي نص تعملي بيه كيلو مكرونه كامل. مثلا البرطمان ممكن يعمل معاكي نص كيلو خضار او كيلو الا ربع من الخضار. مثلا تعملي بيه محشي. فاهمه ازاي؟ يعني بجد بجد يعني حلوه جدا جدا وروعه. بس كده المهم تحطي الصلصه بتاعتك وهي سخنه جدا، وتقفلي على طول البرطمان، وخلاص كده اسيبها لما تبرد على الرخام، وبعد كده احطها في التلاجة. ده كان يا حبيبي الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدت منه. لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بيفرحنا، وان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جايه. فيديوهات قويه جدا جدا، وهديك افكار كتيره جدا جدا للتوفير، واقول لك كل الميزانيات اللي ان شاء الله اللي عايزينها بامر الله. يلا يا حبيبي، اسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.